عسلامة. في آخر زيارة ليا لمكتبة سيدي مدين قلتولي وين موجودة المكتبة ذي وكيفاش نمشيو لها. احنا توا في شارع باب جديد، هذا شارع باب جديد نمشيو الطول لين نخلطوا الكوليج باب جديد هذا اللي على اليسار باش ندوروا معاها على اليسار. هذاك نهج أبو القاسم الشابي اللي خلطنا المون فلوري ومرة صورته لكم زادا. احنا باش ندوروا على اليسار، نمشيو الطول في النهج هذا أو كذاك على يسارنا هذاك كلينيك العياري اللي نلقاو القبة الخضراء هذه اللي على اليسار. القبة الخضراء هذيك هي مكتبة سيدي مدين. احنا باش ندوروا على اليسار، هذايا يتسمى الحجامي، النهج الحجامي. هاي الدورة. الحق المكتبة ذي ياسر عجبتني من أنا ناحية. مكتبة بخلاف انها مكتبة عمومية، يعني كما تشوفوا قدامكم توفر الكتب للمطالعة ونجموا التلامذة يتسلفوا كل، فما برشا أنشطة تقوم بها المكتبة هذه. أنشطة في الرسم، في البراعة اليدوية، في الموسيقى، في المسرح، في القيام بزيارات ميدانية لبرا لزيارة معالم تاريخية. والقائمين على المكتبة هذه ياسر يفرحوا بالضيوف متاعهم، يفرحوا بالأطفال، يفرحوا بالمدارس، كل من يزورهم. أنا ننصحكم باش تزوروها وتقيدوا صغاركم فيها، خاطر بالحق باش يستفادوا برشا برشا. ونرجعوا توا لتاريخ المكتبة ذي. كما تلاحظوا هي مكتبة كيفاش تشوفوا في الاركيتكتور نتاعها والقباب والرخام والزليز. هي مكتبة قديمة برشا، أما في الأصل كانت زاوية، كانت اسمها زاوية سيدي مدين، وتسميت بالاسم هذا على الولي الصالح أبا مدين العليلي اللي قام بأحداثها وعمل العديد من أملاكه، حبس على حرم جامع القدس. وقلت لكم المكتبة هي موجودة بالحجامين بحذا بطحة سيدي مشرف اللي نهار نصورها لكم. عاد أسسها محمد باي بن حسين عام 1856 لإيواء الحجاج اللي ماشيين للبقاع المقدسة. والزاوية ذي ترمت عام 1995، ومن عام 2000 ولات مكتبة عمومية. تتميز المكتبة هذه بالقبة اللي كلها قرموط أخضر لماع، وبالنقائش الحديدية من داخل، وحيوتها كله زليز ملون ولماع. ومازالت في الزاوية ذي البير، هذا البير وفما ماجن. هذه القبة من داخل حسيلو تحفة معمارية. بالحق يلزمكم تزوروها المكتبة هذه، ويلزمكم تقيدوا صغاركم فيها، خاطر باش يستفادوا برشا بالأنشطة والمعارض والليزاكتيفيتي اللي في المجالات الكل، من مسرح، موسيقى، رسم، براعة يدوية، مطالعة، كل شيء. لهنا دورتنا توفى، وإن شاء الله تكون حصلت الفايدة منها. نتلقاو في دورة أخرى من بلايص تونس المزيانة والتاريخية. بسلامة.